السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صياد عزبيولوجي، أهلا بيك في حلقة جديدة من عزبيات المنهج. في العصور الوسطى في جبل بعيد عن شرق آسيا كان في نبات جميل جدا، شكله مبهر، جماله بيخطف العقول والأنظار. لكن الأجمل من كده إن النبات ده كان من أندر النباتات في العالم، النسخة الوحيدة منه في العالم كله موجودة فوق الجبل، وعلشان كده كان ملايين الناس بيجوا من آخر الدنيا بس عشان يشوفوا النبتة دي. تنزل سيول جارفة من السماء وكأنه فيضان يغرق المكان. الناس جريت من على الجبل، بعد جاب معاه عاصفة قوية جدا، وبعد ما الجو هدي الناس طلعت على الجبل عشان تشوف النبتة دي، وعلى الأقل يلموا ورقة واحدة من الحاجات اللي اتدمرت، لأنهم خلاص اتأكدوا إن 100% النبات ده اتدمر. لكن المفاجأة النبتة واقفة شامخة، ولا كأنها اتأثرت في العاصفة ولا حتى السيول، كأنها بتقول للعالم أنا موجود، أنا ماليش حدود. الناس ابتدت تسأل ازاي النبتة دي لسه فضلت موجودة، ازاي فضلت واقفة وشامخة، ازاي فضلت واقفة ومستحملة ده كله. من هنا ظهر واحد من بعيد بيتفرج وبيدرس المشهد حتة حتة، ومن اللحظة دي اتفتح لينا باب جديد اسمه الدعامة في النبات. وعلشان ندرس الدعامة لازم نفهم الأول النبات ده بيتكون من إيه، وإيه هي الأنسجة اللي جواه. فيا صياد حضر كوباية الشاي بتاعتك وتعالى معايا نشوف بصة سريعة كده على الأنسجة دي، نفهم سوا إيه هي الدعامة وإزاي النبات وقف قدام العاصفة. في النهاية يا صياد النبات ده خلق من خلق الله، ربنا سبحانه وتعالى اداله الدعامة علشان يقول لك ان هو مش متساب لوحده، ربنا سبحانه وتعالى اداله كل المقومات اللي توفر سبل الحياة. ومن المقومات دي هي الدعامة الفسيولوجية او الدعامة التركيبية، ومنها الدعامة التركيبية دي من اعظم حاجات خلقها ربنا في النبات. ده يدل على ان الكون اتخلق بخالق ربنا سبحانه وتعالى، فتمتع في النظر الى خلق الله. نسيج الاسكارنشيمي خلايا يا اما خماسيه يا اما سداسيه، خلايا غير منتظمه الشكل زي الخلايا الحجريه والخلايا الليفيه. الخلايا الحجريه زي الحجر اللي البنات بتجيبه لكعب رجلهم، بيعملوا بيه كعب رجلهم، شوف كده على الشكل بتاعه هتلاقيه اشكال غير منتظمه. اما الخلايا الليفيه زي الليف اللي عندنا في البيت، شوف كده الشكل بتاعها غير منتظم، الفراغات بتاعتها يا اما خماسيه يا اما سداسيه. موجوده كمان في الكمثرى، نسيج الاسكارنشيم موجود في الكمثرى. بس المشكله بقى هنا في حاجه، جميع انواع الفواكه والخضروات موجوده في البشره بيترسب عليها ماده الكيوتين. فبما ان الكمثرى من الفواكه، ازاي موجود فيها الجنين؟ بص يا عم، الكمثرى من الخارج اللي هي القشره الخضراء ده كيوتين بشره، شيل البشره تلاقي الجنين، شيل الجنين تلاقي حبايات كده صغيره للحبه. نفهم كده ان الحبه دي اساسا سيلوز. انت عايز تفهمني ان الحبه دي هي اصل الانسجه اللي انت بتقول عليها؟ يبقى نفهم كده اي بذره واي حبه عباره عن نسيج برانشيمي. اما الكمثرى من الداخل النسيج اسكارنشيمي في ماده الليجنين، اما من الخارج نسيج بشره في ماده الكيوتين. موجوده النسيج الاسكارنشيمي برضو موجود في اللب والمكسرات، جميع انواع اللب والمكسرات موجود فيها نسيج اسكارنشيمي. البشره اللي بترسب فيها ماده الكيوتين، والكيوتين عرفنا انها حي وبيمنع فقد الميه. الكيوتين في الاخر كده موجود في جميع انواع الفواكه والخضروات، اي حاجه خضراء زي ما هم بيقولوا موجود عليها كيوتين. القشره اللي بره هي الكيوتين. خلي بالك ان الكيوتين حي مش ميت، وكل الانسجه دي كلها دعامه تركيبيه. اما الفلين نسيج الاخير هو النسيج الفلين ده نسيج. اما الفلين بيترسب فيه ماده السيوبارين اللي بتمنع دخول الاشعه فوق بنفسجيه، والسيوبارين موجوده في السيقان الخشبيه. لو جيت سالك على السيقان العشبيه قول له عليها ماده الكيوتين نسيج البشره. يبقى كده عرفنا الانسجه والمواد. زي النسيج البرانشيمي في سيلوز حي، في فلسفات بينيه، في ماده التليوزات. اما النسيج الكولانشيمي في سيلوز حي، في فراغات بينيه زي السيقان البقدونس والضانة البطاطس. اما النسيج الاسكارنشيمي نسيج ميت بيترسب فيه ماده الليجنين، والماده دي ماده غير منتظمه، بتبقى اشكال يا اما خماسيه يا اما اشكال سداسيه. وموجود معايا في الكمثرى من الداخل، وموجود معايا في الخلايا الليفيه زي الليفه، الخلايا الحجريه زي حجر بتاع كعب الرجل، والكمثرى من الداخل، وكمان موجود في جميع انواع اللب والمكسرات.
اما نسيج البشره ما هو بيترسب فيه ماده الكرياتين، والماده دي حيه وبتمنع فقد الميه، يعني بتقلل عمليه النتح. بما انها بتمنع فقد الميه وبتقلل عمليه النتح، فاكيد الماده دي موجوده في السيقان العشبيه وجميع انواع الفواكه والخضروات. اما نسيج الفلين بيترسب فيه ماده السيوبرين، وده ماده بتمنع فقد الميه يعني بتقلل عمليه النتح، يعني هي كمان زي الكرياتين بس اقل من الكرياتين بشويه، وبتعمل وظيفه مهمه جدا انها بتمنع دخول الاشعه الفوق بنفسجيه. ما تنساش ان اي بذره واي حبه نسيج بارنشيمي.